مشاهدينا أهلا بكم معنا والسهرة جديدة ويام سهرني. مشاهدينا دايما بنقيس عظمة الشعوب بفنها الشعبي أو الفلكلورها الشعبي، والحقيقة مصر زاخرة بالفلكلور الشعبي، بمعنى لو لقينا أن معظم محافظات مصر ليها، كل محافظة ليها طابعها الخاص بيها، ليها الفلكلور الخاص بيها، ليها اللبس الخاص بيها في المناسبات اللي دايما بنحتفل بيها. الحقيقة فلكلور الشعبي والفن الشعبي في مصر ليه جماهير كثيرة جدا وليه محبين، ويمكن احنا لينا باع طويل في هذا المجال، ويمكن من يعني أكتر من قرن كان الفن الشعبي والفلكلور الشعبي بيحتل مكانة كبيرة، وإلى الآن هناك أيضا العديد من المطربين اللي تغنوا بالفن الشعبي ومشهورين، وبنستمتع إلى الآن لما بنسمع أغانيهم. عن الفلكلور الشعبي والفن الشعبي الجميل المصري ده هيكون حلقتنا النهاردة في يام سهرني، وضيفي الكريم الشاعر والناقد الفني الأستاذ أسامة جاد. أستاذ أسامة أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. بداية هنعرف مشاهدينا الأعزاء معنى فلكلور، أو إيه معنى الفلكلور؟ هل هو الفن الشعبي ولا الفلكلور ليه حاجة تانية؟ يعني هو كل حاجة شعبية. يعني باختصار كده هنقول إيه؟ إنه الملابس الشعبية، أنواع الطعام الشعبية، طرق الألعاب الشعبية أيوة. اللي موجودة عند الناس، التصرفات في المناسبات المختلفة، كل ده بينتمي إلى حقل الفلكلور. عادة بتبقى الفلكلور هو معطى ثقافي، يعني المجتمع حاجته الثقافية بتكون كده، درجة حرارته شكلها كده، طبيعة أرضه شكلها كده، أيوة. العلاقات المجتمعية شكلها كده، فالتصرفات الشعبية أو القيم أو التيمات الشعبية اللي بتتكون استجابة للحاجة اللي موجودة، وبالتالي بيبقى لها هذا الطابع الشعبي. الحقيقة إنه كان في تفريق كبير ما بين ما هو ثقافة رسمية وثقافة شعبية لفترة طويلة، وكان بيعتبر الشعبي في الدرجة الثانية. النهاردة مع تطور نظريات النقد الحديثة ومع تطور المجتمعات بدأ عودة في النظر إلى هذه الثقافات الشعبية على إنها هي الحقيقية، هي الأصل يا أستاذ اللي مش أسامة. متغلفة بشكل كبير، وبالتالي هي اللي بتعبر بشكل حقيقي عن طبيعة الشعب وعن ثقافته وعن وعيه وعن استجاباته للاحتياجات المختلفة وعن إبداعه كمان في اكتشاف طرائق مختلفة للتعبير بالصورات المختلفة. هل زمان يعني هنقدر نقول تاريخ الفلكلور بدأ امتى؟ هل من أيام الربابة والناس كانت بتحكي وصندوق الدنيا وكده، ولا كان قبل كده؟ يعني التاريخ بتاع الفلكلور او الفن الشعبي بدأ امتى؟ هل بشاعر الربابة؟ هل بايه يعني؟ هو لا هقول بالنسبه للغنى بقى، احنا هندخل شويه في الغنى أكتر. في الغنى لا، يعني هو عموما الفلكلور المصري بدأ من عصور ما قبل التاريخ. يعني اصلا بدأ من عصور ما قبل التاريخ ومستمر من خلال هذه العصور، يختفي شوية وبعدين تتم استعادته، يختفي شوية هضرب لك مثال. احتفالات رمضان. احنا في احتفالات رمضان كانت الدولة الفاطمية جاية، وجي المعز لدين الله الفاطمي هو داخل مصر، الناس كان رمضان اليوم الرابع فاستقبلوه بالفوانيس. فبقى الفانوس تيمة رمضانية. لكن المصريين لما جم يغنوا راحوا استدعوا
إياحة اللي هي الكلمة الفرعونية، الأم الفرعونية، نعم. أحمس وكاموس اللي كانوا بيحاربوا الهكسوس فترة من فترات. فاحنا عندنا تراث فرعوني، يعني مصري قديم، ما بحبش كلمة فرعوني، مصري قديم. مصري قديم، نعم. ثم تراث قبطي، وده تراث هايل في المزيكا. أكيد. ثم تراث عربي، ثم تراث حديث. جه كل ده مع بعضه مسهور في دايرة واحدة عند الفنان الشعبي، بمعنى انه بيغرف من اي منطقة من التاريخ وبيستعيد وبيقدم اللي هو بيقدمه. ناحية تاني هي الجانب الثقافي اللي هو كنت بقول لحضرتك عبر اللقاء من الآخر. معظم فنوننا الشعبية النهاردة اللي هي بنتكلم عنها وفي الغنى، يعني هتلاقي مثلا فن الدور، فن الموشح، فن الموال، فنون الربابة، فنون السيرة، ما إليها. هذه الفنون كلها كان لها إرهاص مهم جدا في فترة الصراع العربي ما بين دولتين كانوا موجودين. كان دولة عباسية موجودة في الشرق في العراق، ودولة أموية موجودة في الأندلس هناك. فدول عملوا الموشح، فالموشح راح زاحف من هناك لغاية هنا، عبر كل بلد بيروح عامل حاجة. يعني في المغرب عمل حاجة اسمها الملحون، تونس عمل المألوف، مصر هنا عمل فن الدور اللي كان فيه واحد من الفنانين الشعبيين المهمين جدا اسمه عبد الرحيم المسلوب، اكتشف او قرر فن من الفنون اسمه الدور، بيتغنى دلوقتي. تفتكري سيد درويش، تفتكري كارم محمود وكده. في فن تاني جاي من الأندلس كمان، يعني كان موجود اسمه البلد راح لغاية العراق اتسمى الموالية، رجع من العراق اتسمى الموال. فبقى هنا موجود في مصر فن الموال اللي هو طبعا الموال معروف اللي احنا جدا طبعا بالنسبة لنا. وفنون أخرى، يعني مش بس ده، لأنه كانت الفنون الغنائية دايما مرتبطة بفنون الرقص في المناسبات. فالفن اللي بيتغنى عشان يظبط رقصة المجموعة، مش واحد أو اتنين بيرقصوا، إنما في مجموعة فلازم يبقى في إيقاع ثابت. هم عارفين إمتى الخطوة تقف، وإمتى الخطوة تتحرك، إمتى يلف، إمتى ياخد مكان اللي جنبه وما إليه. فبالتالي هذه الفنون تشكلت عبر تاريخ، يعني وعبر تدريبات مستمرة، اللي هي مش تدريبات فيها مخرج وفيها، إنما الروح الجماعية هي اللي كانت بتحكم الأمر. الفن الشعبي او الغنى الشعبي الحقيقه ظهر لنا في السينما في حاجات كتير جدا. يعني
من خلال المطربين المشهورين في الفن الشعبي زي محمد طه، ظهر في أفلامه. الحقيقة طبعا هو كان فنان كبير وليه حضور رائع الحقيقة، ويمكن كمان كان بيسافر بره وبيقيم حفلات. صحيح. والحقيقة هذه الحفلات كانت بتلاقى بنجاح كبير جدا. عندنا خضرة محمد خضر، عندنا الفنانة عايدة الشاعر، عندنا ليلى نظمي. دي هنحطها تحت مندرج الأغنية الشعبية لأنها بتتكلم ببساطة. فاطمة عيد قدمت وغنت للأفراح وغنت للبنت وغنت للعروسة. الغناء الشعبي ده مدى نجاح واستمرارية هذا إلى الآن، يعني ما هو في فنانين متمسكين بفنهم. هقول لحضرتك، احنا عندنا الفن الشعبي يعني حاليا قايم في منطقتين. منطقة هي الفن الشعبي الغفل اللي ما دخلش فيه أي رغبة في التطوير أو الاستفادة من تقنيات جديدة أو طرق جديدة أو قصايد جديدة معمولة، وده الفن الممارس اللي هو بيبقى موجود. أي فرح شعبي بيبقى فيه الأهالي والناس بيعملوا في ليلة الحنة أغاني في أغنيات قديمة يا أستاذ أسامة زي ما هي وتتكرر زي ما هي. وفي مجموعة من المطربين والفنانين زي عايدة الشاعر، زي ليلى نظمي مثلا، بدأوا يعملوا نوع ما من التطوير في الأغاني دي. فبدأوا يختاروا ويغيروا في الكلمة ويغيروا في اللحن، لأنه الحقيقة إيه، مثلا الفنون الطبيعية التلقائية كان بيبقى فيها أحيانا وصف الحاجات ما تقدريش تقوليها للجمهور بشكل عام، إنما هي على غرف الستات مع بعضهم أو غرف الرجالة مع بعضهم. وبالتالي لما بيجي يقولها الجمهور عام بيضطر إن هو يعمل نوع ما من بيسموها التهذيب يعني للأغنية علشان تبقى على إيقاع. كمان الكلام يعني حد زي مرسي جميل عزيز يسمع بياع شعبي بينادي بيقول توم الخزين يا توم، فيروح عامل كلمات أغنية تقول توب الفرح يا توب. توب الفرح حلو كده. احنا يعني الاستفادة والاستلهام موجود بطرائق مختلفة، يعني مش بطريقة واحدة. مش أنا نويت أعمل استفادة من أغنية شعبية، إنما هو بيبتدي يجهز لهذا الفن، بيلاقي فيه تيمة، التيمة دي توافقت مع تيمة كانت موجودة، فبيبتدي زي البصمة زي الجينات يعني. الأب بيشبه الابن، بيشبه الحفيد بشكل كامل، وبالتالي هذا الخط لا ينقطع لأنه مفيش قائم عليه. لما يجي يتغير يجي حد غيره يقول لا والله خلاص بخ مش عايزين نعمل ده تاني. لا، هو الشعب نفسه بينتجه، فبينتجه من خصائصه الطبيعية، وبالتالي بينقلوا للأجيال بشكل مستمر. طيب السيرة الهلالية والحقيقة احنا شفنا السيرة الهلالية حتى من خلال الدراما المصرية واتقالت عبر اللي بيرددوها. الحقيقة كانت مبهرة. نقدر نقول ده موروث شعبي ولا موروث عربي ولا بيندرج تحت السيرة يعني الهلالية؟ الناس بتبص عليها قصة أبو زيد الهلالي يعني بعيدا عن الحادثة التاريخية. الحادثة التاريخية قصة حصلت على منطقتين. منطقة منهم في تونس كان شخصية المعز بن باديس اللي هو الزناتي خليفة أيوه. في السيرة الشعبية كانت جاية من عنده الدولة الفاطمية اللي بقت مقرها في مصر، اللي هي الخلافة الفاطمية. احنا في الفترة دي كان عندنا خلافة فاطمية في القاهرة وخلافة عباسية أيضا مختلفين مع بعض. يعني دول قايمين على المذهب الشيعي، دول قايمين على المذهب السني. المعز بن باديس كان أصلا مع المذهب الشيعي لأنه جايين الفاطميين عليه. رباه حد على المذهب المالكي، فقالوا لا سيبك بقى من المذهب الشيعي وارجع تاني للمذهب السني. يعني ينتصر لمين؟ ينتصر للخلافة العباسية على مسافة كبيرة منه. ففي انتصاره عليهم طرد الفاطميين أو بقية الفاطميين اللي كانوا موجودين. الناحية دي كانت في قبائل أو كان في صراع ما بين القبائل العربية المضرية والقيسية، والصراع ده كان عامل صداع للخلافة العباسية، ومرت سنوات قحط حاجة بتاع 7 سنين. فكان أمامهم رغبة إنهم يهاجروا إلى مكان يبقى فيه خضرة وفيه ماء. هنا كانت الفرصة للخلافة الفاطمية إنه طيب علشان ننتقم من ده ونقدر نهزم دول، نوفر للقبائل اللي موجودة في المنطقة دي اللي بتدور على المية والخضرة إنهم يعدوا من مصر ويروحوا إلى تونس حيث الخضرة، تونس الخضراء بشكل كامل. هنا بقى بدأت القصة تحدث على مستوى 3 روايات. رواية عربية
بتحكي عن القبائل اللي كانت موجودة واللي راحت إلى تونس. رواية مصرية بتحكي عن القصة من منطلق فكرة البطولة والصراع وما إليه. رواية تونسية بتنتصر للزناتي خليفة، وبتشوف يعني انت لو قريتي رواية تونس هتلاقي البطل فيها هو الزناتي خليفة. تقري رواية مصر تلاقي البطل هو أبو زيد وهو دياب زغبي. تقري هنا تلاقي هم اهتمامهم بفكرة خضرة الشريفة ورزق اللي هو أبو بركات أبو زيد اللي هم من كان شريف مكة، يعني جوه مدينة مكة، فبالتالي انتصارهم للمنطقة العربية. وبالتالي هي سيرة عربية واقعا على مستوى التاريخ، سيرة سياسية يعني فيها قضايا كتير تخص الصراع السياسي اللي كان قائم في الفترة دي، وتخص كمان حاجة تتعلق بنظام الحكم في مصر. يعني كان الوزير بتاع الخليفة الفاطمي واحد من الدهاة، واحد اسمه اليازوري الوزير، وكان عارف ازاي يخطط وازاي ينقل القبائل، تحس انه يعني دولة عظمى هي اللي بتدير الصراع والموقف يعني بشكل كبير. كل دولة بقى وكل منطقة منهم بدأت تبص على نسيجها الشعبي، تراثها الشعبي اللي موجود، وتضيف وتغير كويس كده، وبالتالي تحط بصمتها عليه. ولذا تجدي ان السيرة الهلالية في مصر لوحدها عدة روايات، مش رواية واحدة حقيقي. يعني رواية في الشمال، رواية في الجنوب، رواية في الصعيد. في الصعيد بس كان في أكتر من 6 رواة للسيرة الشعبية، وكل واحد فيهم عنده في حادثة معينة قصة مختلفة عن الآخرين، بيضيف ويغير بشكل مختلف. والحقيقة كان الجمال فيها إنه فناني الربابة في ارتجالهم، في إضافتهم أبيات، وفي حذفهم أبيات، وفي تطويرهم للشخصيات، كانوا بيمارسوا كل الفنون اللي احنا بنمارسها النهاردة، بس بشكل فطري. تمام. حلوة صلاة النبي، عاشق جمال النبي، يا فرحة القلب لما يهل يوم العيد ويعيد السعد على الأمة صباح العيد، يا رب نصرك عيديتنا في يوم العيد. يا محسن الجمال والدلال والورد عالغالي عال أصل الله. فن الموال طبعا زي ما حضرتك ذكرت ده فن جميل جدا، واحنا عندنا الحقيقه مطربين كمان برعوا في فن الموال. هنقول ابرزهم يعني الفنان شفيق جلال كان بيقول الحقيقه صحيح. محمد العزبي طبعا كان في الموال، وغيرهم الحقيقه. انا مش عايزه انسى حد، لكن موروث ايضا وفن من فنوننا الشعبيه الجميله. واحنا الى الان لما حد من الفنانين يقول في كوبليه كده في الاغنيه حته موال بتلاقينا كلنا بننبهر وبنسقف وعايزين تاني ده حقيقي. ايه سر الموال يعني، وايه هو الموال يعني؟ كلمه موال يعني دايما اقول لك انت هتغني موال يعني انا دي برضو الكلمه اصلا. الموال اولا هو صوت فردي، يعني مونو في الغنى، قايم على شكل شعري من 4 شطرات شعرية. العلاقة ما بينه منطقية، يعني بتقولي حاجة والمفروض انه الاستنتاج يبقى حاجة، فيحصل مخالفة للمستنتج، فيبقى فيه الدهشة والاستغراب اللي موجودة عند الناس. أداؤه الموسيقي بيبقى قايم على مقامات موسيقية بعينها، يتغنى منها المقام، ازاي تبتدي تطلعي للمقام، وازاي توصلي لذروته، وازاي توصلي للقفلة بعد كده من الموال. مش بس بيستخدم في الغناء العامي باللهجة العامية، إنما أيضا يمكن أن يكون الموال فصيحا، يعني في كتير عملوا مواويل بالفصحى. بيدخل في نسيج أي غنى، يعني أم كلثوم غنت موال طبعا في وسط يعني في نسيج الأغنية كده، فهو واحد من أنسجة الغنى اللي موجودة. والحقيقة لو تبصي على الغنى القبطي خاصة الترانيم اللي موجودة هتلاقي فيها فن الموال موجود. وبعض المقامات الموسيقية التي ما زلنا نستخدمها إلى الآن تشعري إنك أنت
مش حاسه باختلاف خالص من اللي بتسمعيه النهارده بشكل حديث. اتسمى في العراق مواليا، فبقى له شكل معين. ويمكن في شاعر مهم جدا هو سعد يوسف استخدم الموال داخل قصيده فصحى، يا ورده النار لا تستعجبي بالنار. كانت برضو معموله بفن الموال. في المغرب العربي موجود الفن الموال بشكل حقيقي، لكن تطويره هنا في مصر بقى واخد الطابع الفلاحي والصعيدي بشكل كبير. أيوة وطبعا حقيقي. برع فيه محمد طه، وبرع فيه متقال. لو سمعتي كمان متقال طبعا هتلاقي كان يعني عنده انا كتير. ما انا بقول انا مش عايزه انسى حد كان عنده الحقيقه كتير يعني اغاني بالموال. وطبعا في الحديث كان احمد عدويه برضو عامل موال. كان احمد عدويه الحقيقه كان برضو بيقول موال. يعني برضو عايزين من فنوننا الشعبيه الجميله الرقصات الشعبيه. والحقيقه من الفن الشعبي الحقيقه كان عندنا طبعا فرقه رضا كانت على قمه ان هي بتقدم لنا الرقصات الشعبيه بالزي الشعبي لكل المحافظات طبعا، والفرقه القوميه للفنون الشعبيه. ودي برضو كانت من الفرق اللي كانت بتجوب العالم، هي وفرقه رضا الحقيقه، وبتقدم الفن الشعبي بتاعنا الجميل من خلال الكلمات والاغاني الى جانب الرقصات. صحيح. نتكلم بقى عن الرقصات الشعبيه الحقيقه، وزي ما ذكرت كل محافظه ليها رقصتها، كل محافظه ليها لبسها في الرقص، وكل محافظه ليها الاغنيه الشعبيه بتاعتها المشهوره يعني بالزبط. بمعنى اصح يعني ده حقيقي. يعني كل محافظه نلاقي فيه اغنيه كده مشهوره معروفه بيها المحافظه يعني. هو الرقص الشعبي يعني اقرب ما يكون لفكره الفنون التلقائيه. الفنون التلقائيه بتقوم جت مع يعني الاغنيه نفسها او من الحدث نفسه. انا رايحه احتفل بزواج، فبالتالي انا عندي شخصيات هي كاركترز زي بتكون شخصيات مسرحيه. وابتدي احط شخصيه في موقع العروسه، شخصيه في موقع العريس، شخصيه في موقع الشهود، شخصيه في موقع الاب. وابتدي من خلالهم اعمل رقصه تقوم على تصوير ما هو الذي سيحدث من خلال هذا الحدث الاحتفالي. الاب بيقدم بنته للعريس اللي موجود، العريس بيتقبل البنت، بيروحوا مع بعض وما اليه. فالرقصه بتبقى اشبه ما تكون بعمل مسرحه بس شعبيه، يعني مسرح مش مسرح مقنن على خشبه عرض وامام جمهور بيدفع تذاكر، لا مسرح تلقائي بيطلع منه. فتلاقي ان الرقصات كانت بتقوم مثلا على فكره تكوين الدايره، ويبقى في شخص في النص هو اللي بيقول والجمهور هو اللي بيرد عليه اثناء الغنى، واللي موجودين بيرقصوا في دوائر مستقله معهم. او رقصات بتبقى صفوف متقابله، فصف بيعمل وصف بيرد عليه بشكل دايما فيها القرار والجواب، الدم والتك، القايل واللي بيرد يعني عليه. والفنون دي في ذاتها يعني هتستغربي بقى لما نروح للنقد الحديث وكده يقول لك والله ده حتى المسرح نشأ بالشكل ده. يعني انه كان اولا رقصات احتفاليه تلقائيه، وبعدين منه طلع الممثل الاول، وبعدين الممثل الثاني، وبعدين الممثل الثالث، وبعدين المخرج، وبعدين النص وما اليه. هي مسرح من غير نص، ارتجالي، جاي قايم بالارتجال. هتلاقي رقصات التحطيب مثلا قايمه على حدث خصم وخصم وقاعدين بيتحطبوا مع بعض، والنتيجه مسبقا مقرره للي انت منتصر ليه. يعني مش بيتخانقوا، انما هي رقصه بتؤدى بشكل معين عشان يوصل النتيجه بترضي له. واحيانا الرقصه تختلف حسب المكان اللي انت فيه، زي ما السيره الهلاليه تختلف حسب المكان. يعني ايه؟ يروح واحد يقول في ابو زيد فيقولوا لا احنا عايزين نسمع عن دياب، مش عايزين نسمع عن ابو زيد. دي مسائل بتبقى خاضعه لهوى المكان وتذوق المكان اللي موجود فيه بشكل كامل. طبعا رقصات النساء كمان يعني مهمه جدا. والحقيقه يعني لازم اذكر يعني رائد مهم جدا من رواد التوثيق الشعبي هو الله يرحمه زكريا الحجاوي. طبعا اللي هو كان خد على عاتقه ان هو يلف قريه قريه بالكاميرات ايام ما كانت الدنيا يا دوب قد كده، ويشوف رقصاتهم ويشوف عاداتهم ويشوف طقوسهم ويوثقها. وما زالت في فيديوهات كبيره عظيمه موجوده. واكتشف بقى ناس يعني خضرة محمد خضري كانت اكتشافه جمالات شيحه فيما بعد، فاطمه سرحان وما اليه. فيعني الحقيقه وبعدين هتلاقي ايه مثلا مناطق الخليج السويسي تلاقيها واخده رقصات اللي هي قايمه على السمسميه. والسمسميه تلمس مع التراث الخليجي نفسه اللي هو التراث الينبوعي او اليمني او حتى الخليجي البعيد.
ليه؟ لانه هناك هو على مناطق بحريه وهم كانوا على مناطق بحريه، فالرقصات البحريه بيبقى فيها التقارب، بيعملوا حاجات تشبه نفس المساله. واستخدموا السلم الخماسي اللي هو مش منتشر عندنا في مصر بشكل كبير. وبالتالي هذا التنوع هو الثراء الحقيقي للمنطقه. الشاعر والناقد الفني الأستاذ أسامة جاد، بشكر حضرتك على تشريفك لنا في مسهرني، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر بإذن الله في القريب العاجل. شكرا جزيلا يا بشكر حضرتك. مشاهدينا مشاهدي مسهرني، على وعد بلقاء جديد وسهرة جديدة. بشكركم وإلى اللقاء.